اللي في الصورة دي مكنة خياطة ملزوق عليها لزقة مكتوب عليها دعاء سيدنا إدريس. ولما اتسألت صاحبة المكنة عن السبب قالت: كان سيدنا إدريس عليه السلام خياط، وكان مفيش مرة بيدخل الإبرة ويخرجها إلا ويقول 4 كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لغاية لما ربنا قال له: يا إدريس، أما تدري لماذا رفعتك مكانا عليا؟ فرد عليه وقال له: لا أدري يا رب. فقال الله له: يرتفع من عملك كل يوم مثل نصف أعمال أهل الدنيا من كثرة الذكر. الذكر اللي ممكن تشوفه حاجة صغيرة كان سبب يرفع نبي من أنبياء الله لمكانة محدش يوصل لها. الست دي وهي قاعدة في محل بسيط فاهمة حاجة ناس كتير نسيوها: إنك مش محتاج جامع ولا مصحف عشان تفتكر ربنا. انت ممكن تفتكره في كل تفصيلة، حتى وانت ماسك إبرة وبتخيط. تخيلوا كده لو كل واحد فينا عمل زيها. السواق اللي ماشي في الطريق كل إشارة يفتكر يقول ذكر، الموظف وهو بيعمل شغله، الأم وهي بتطبخ لولادها. ساعتها حياتنا كلها هتبقى ذكر، وهنعيش المعنى الحقيقي اللي ربنا قاله: فاذكروني أذكركم. وهو ده سر الورقة الصغيرة اللي على مكنة الخياطة. ودي مش مجرد ورقة، دي رسالة لينا كلنا. تعالوا نذكر ربنا في التعليقات وناخد كلنا الثواب مع بعض.